الكشري الاسكندراني او الكشري الاصفر، يلا بينا. بس ما تنسيش تشتركي في القناه وتعملي لايك. اول حاجه هنجيب الحله معانا، نحط فيها حبه من الزيت كده حلوين، معلقتين كبار يعني، وعليهم كوبايه من الرز مغسول. هنشوحه على النار لحد ما الميه بتاعته تنشف خالص، ولو مسكت الرزايه تلاقيها سخنت تماما. ودي خطوه مهمه قوي في الكشري الاصفر عشان ما يطلعش معجن منك. وهنفضل بقى نقلب فيه بالشكل دوت على نار متوسطه مايله للعاليه لحد ما الميه تنشف خالص. يعني انا غسلت كوبايه رز وحطيتها، وفي نفس الوقت كنت غاسله كوبايه عدس. حطيت بقى الكوبايه بتاعه الرز، وهفضل اقلب فيها على النار، ما تبقاش نار عاليه عشان برضو ما يلزقش مني، لحد ما الميه بتاعته تنشف وتمسكيها تلاقيها سخنه. هنزل عليها بعد كده بالكوبايه بتاعه العدس الاصفر المغسول كويس. هفضل اقلب برضو نفس اللي عملته في الرز هعمله في العدس. هفضل اقلب لحد ما الميه اللي في العدس تنشف تماما ويسخن معايا بالشكل اللي قدامنا ده. تقليب مستمر عشان ما يلزقش في الحله، وعلى نار متوسطه مش عاليه، عشان لو عاليه الرز هيلزق منك في الحله وهتلاقي الدنيا عملت معاكي. وهنضيف ميه سخنه مغليه، ودي خطوه مهمه جدا. الميه تكون مغليه مش بارده ولا دافيه، لا سخنه، عشان كمان تسوي معانا الرز بسرعه وما يتعجنش مننا. الميه تبقى اعلى من الرز بحاجه بسيطه، مش كتير، حاجه بسيطه خالص، بحيث انت تبقي شايفه الرز باين. وهنحط بقى كمية الملح على حسب انت بتحبيه ايه. وناخد بالنا ان المية تكون اعلى من الرز برضو بحاجة بسيطة زي ما قلت لك. هحط بقى عليهم نص معلقة صغيرة من الملح، وهقلبهم مع بعض. بعد كده هسيبه على النار على نار عالية، وعامله معاملة الرز العادي بالظبط. اول ما يتشرب معانا هقوم موطيه النار على الاخر، واسيبه بقى يستوي معايا هياخد حوالي 5 دقايق كده بالظبط. واطلعه واغرفه بقى بالشكل اللي انا عايزاه مع شويه بيض مدحرج. وهقول لك كمان الطريقه الصح لسلق البيض، هتلاقيها نزلت على القناه كمان. وهنعمل معاها شويه بتنجان مخلل بقى، وبطاطس محمره، وسلطه اللي انت بتحبيه جنبها اعمليه. وسهل قوي ولذيذ، وبجد هيعجبك قوي مع البيض المدحرج بقى والبطاطس والسلطه والمخلل. بصي هتاكلي احلى اكله. وبس كده خلصنا. متنسيش تشتركي في القناه وتعملي لايك. باي باي.